اليوم بغيت نهضر معكم في واحد الموضوع اللي هو ولا حديث الساعه في 2026 وهما الماطر. فإلا عندك موتور صانيه ولا صانيه فيس او اي ماركه ديال الشينوا ولا حتى التروتينيت، فهاد الحلقه هذه موجهه ليك، لانه كاينين تعديلات قانونيه خلات يعني بنادم انه يعني يكون تالف، وكاينين قوالب جديده في البراجات والبرميات اللي خص كل شيء انه يعيق بها. فتبع معايا هذا الفيديو من الاول حتى الاخر، حيت راه مهم بزاف بالنسبه ليك الى عندك موتور. السلام عليكم ورحمه الله، حياكم الله اصدقائي، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اذا نبداو مع الناس اللي مبريباريين الماطر، هادو اللي دايرين الروينه في هاد سنه 2026. مؤخرا دخل واحد الجهاز سميتو سبيدومتر، دخل المغرب، وهذا الجهاز هذا هو العدو رقم واحد ديال اصحاب السونديس. القانون كيقول باللي الى هذا الجهاز هذا يعني التقط الموتور بسرعه كيفوت 57 كيلومتر الساعه، فكيتعتبر مبريباري. يعني ان فوا تفوت 58 كيلومتر في الساعه الموتور ديالك غادي يمشي نيشان للفوريان. وطبعا كاينين غرامات، وغرامات اللي صعيبه بزاف، كتبدا من 3000 درهم حتى ل 5000 درهم. وماشي غير هذا الشيء كامل، وانما غادي تسيني واحد الالتزام باللي ما غاديش تعاود تمس الموتور مازال. فإلا حصلوك المره الثانيه تما كتدخل في باب العقوبات السجنيه، حيت وليتي عائد في نظر القانون. فرد بالك، لان السلامه ديالك اهم من ديك السرعه اللي غادي توصلك للقبر او الحبس. اجي دابا نهضروا على واحد الحاجه كيديروها الشباب بزاف، وهما لي فار سوكور، اللي هما يعني الاضواء الاضافيه. يعني كاين اللي كيزيد الليد مجهد كيتباع في المحلات ديال البياس ديال الماطر. هاد الشيء راه ولا مخالف في هاد 2026. فإلا ما خرجوش هاد لي فار سوكور مع الموتور من الشركه الام فما تزيدهمش، كنصحك ما تزيدهمش، حيت غتخلص عليهم غرامه في اي برج وقفوك فيه. و المشكل الثاني هو السميه. كاين اللي عنده موتور شينوا وكيمشي كيبدل ليه اللوغو ديالو، كيدير مثلا هوندا ولا ياماها ولا ما نعرف شنو. هذا التغيير في خصائص الموتور كيتعتبر تزوير في نظر القانون، وغادي تخلص عليه مخالفه طالعه بزاف غاليه. فخلي الموتور ديالك كيف ما خرج في لاكارت غريز، ما تبدل لا لون لا سميه، يعني لا حتى حاجه، خلي الموتور كما هو. دابا اجي نهضروا في المعقول اللي هو البيرمي في 2026 ديال الماطر. البيرمي ولا اجباري الا كنتي كتسوق الموتور ديال الشينوا انه يكون عندك بيرمي من صنف AM، سواء صانيه ولا صانيه فيس الى اخره. هاد البيرمي هذا راه ساهل ورخيص، كيتقام تقريبا بديك 200 درهم حتى ل 300 درهم حسب المدن، وكتاخذوا غير في 10 ايام حتى ل 15 يوم من مدرسه السياقه. وان شاء الله غنخصص موضوع على هذا البيرمي هذا والبيرميات الاخرين ديال الماطر. قلت كتاخذوا في 10 ايام حتى 15 يوم من مدرسه السياقه. ووزاره النقل دارت هذا الشيء حيت الكسايد كثروا وبغاو سائق الدراجه يعرف البلايك ويعرف حق الاسبقيه يعني الى اخره. وبين قوسين الناس اللي عندهم البيرمي ديال الطوموبيل يعني صنف بي، راه من حقك تسوق الموتور، ولكن خصك ضروري تدي هذاك البيرمي ديالك باش يطبعوا لك فيه هذيك AM، باش انك تقدر تسوق الموتور وتكون قانوني 100%. ضروري هذيك AM تكون في البيرمي ديالك. ما تخليش راسك تحت رحمه البراج يعني يوقفك ويطلب منك البيرمي وتلقى راسك في مشكل كبير، غير حيت عجزتي انك تماركي واحد الكلمه في البيرمي ديالك. انت عندك بيرمي اللهم ماركي هذيك AM. دابا غادي نهضروا على العدو اللدود ديال صحاب الطوموبيلات اللي هما لي تروتينيت. لي تروتينيت في هاد 2026 ولات كتعتبر عربه حقيقيه، فممنوع انها تطلع للطروطوار، غتمشي في الممرات المخصص لها، ويعني خصك تمشي في الطريق ديالها وتلبس الكاسك وما تهزش معاك شي واحد، بلاصه وحده اللي كتكون في التروتينيت، ماشي جوج بلايص ولا ثلاثه. والاهم من هذا الشيء هو لاسورانس، التامين.
فشحال من واحد قاستو هذيك التروتينيت ومولاها هرب حيت ما عندوش ورق. دابا التأمين ولا إجباري باش لا قدر الله ضربتي شي حد يكون عندك باش تعالجو وما تضيعوش بجوج، يعني ما تضيعوش، كل واحد ياخد حقه. فالطريق ولات صعيبة، والناس اللي كيستعملوها كل نهار كيشوفوا هاد الروينة يعني كتكرر يوميا. فمول التروتينيت كيضرب مرا ولا مرا حاملة وكيزيد مع الطريق. مول الموتور حتى هو كيحرق ستوب يدخل فشي سيارة، حتى هو مشكل. يعني التسيب هذا بغات الدولة انه دير لي حد، لانه يعني صراحة خصو يوقف. واخيرا غادي نقول لك رد بالك على راسك، دير كاسك، ولكن كاسك يكون كونفورم، ماشي داك الكاسك ديال 200 درهم غير يتقاس يتفرشخ، لا، كاسك يكون كونفورم ويكون في المستوى اللي يقدر انه يحميك، واحترم قف والضوء الاحمر، لان السلامة ديالك وانك ترجع لوليداتك للدار هو الربح الحقيقي. هنا نكون سالينا هذا الفيديو هذا، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو قريب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.